في خلال أسبوع بالظبط ممكن يحصل كارثة، وهي إن ممكن يموت أكتر من 10,000 شخص في اليوم الواحد، ودي تعتبر أكبر جريمة في العصر الحديث بتحصل لإخواتنا. العدد هيتزايد بسرعة، والناس فعلا بدأت تتساقط ويظهر عليها آثار الجوع والعطش، وبدأوا يدخلوا في مرحلة الهلاك. وللأسف خصمهم أمام الله هو إحنا، وده لأننا مش قادرين حتى نزلزل السوشيال ميديا على اللي بيحصل فيهم، مش قادرين اننا ننزل بوست او نتكلم او نطلع نواجه اللي بيحصل. ومن هنا انا بدعي كل صانع محتوى، كل المشاهير، كل الفنانين، لاعبي الكوره، اي حد مشهور وعنده فانز كتير على السوشيال ميديا، سيب اي حاجه وراك دلوقتي واطلع اتكلم عن حاجه واحده بس، هي القضيه دي ممكن نكون السبب في الافراج عنهم وتغيير الوضع الحالي ليهم، ودي مسؤوليه في رقبتنا كلنا. الغي كل حاجه كنت عايز تتكلم عنها واتكلم بس عن الفيديوهات والصور اللي بنشوفها كل يوم. اخواتنا بيتعرضوا لاكبر مجاعه في تاريخ العصر الحديث، ومحدش هيقدر ينقذهم غيرنا بعد ربنا سبحانه وتعالى. الوضع خرج عن السيطره، حسبي الله ونعم الوكيل. اعملوا شير للفيديو ده، لربما نكون سبب.